عارفة يعني ايه ست تموت وهي صاحية؟ لما تدخلي بيت وانت فاكرة انك هتكوني ست البيت وتكتشفي انك مجرد رقم في كشف الخدمة. لما تشوفي بنتها بتتدلع قدام عينك وانت بتتهاني. لما تشتكي لجوزك يقولك امي وما اقدرش اكسر كلامها. النهاردة انا مش جاية اطبطب، انا جاية اقولك ان السكوت على الظلم خيبة مش اصول، وان اللي ملهوش خير في كرامته ملهوش خير في حد. لو حاسة انك مخنوقة ووحيدة في بيت عيلة اسمعي الكلمتين دول. وقبل ما نبدأ لو عايزة صوتك يوصل متنسيش تشتركي في القناة وقولي يا رب في التعليقات. أصعب أنواع الظلم هو اللي بيجي من أقرب الناس وبيجي من الأصول. ليه يا كل حما؟ ليه لما بنتك بتضحك بتبقي طايرة من الفرحة، ولما مرات ابنك بتضحك بتقولي دي مش حاسة بالتعب؟ ليه بنتك ملكة ممنوع حد يزعجها، مرات ابنك جارية مفروض عليها تخدم القريب والغريب؟ اتقي الله في بنات الناس، اللي بتعمليه في الغريبة النهاردة الدنيا بكرة هتدور وتدفعوا لبنتك بالمليم. البيوت اللي بتتبني على كسر خاطر الستات بيوت لا فيها بركة ولا فيها رحمة ولا فيها أمان. وكلمة للراجل اللي فاهم البر غلط: البر بأمك مش معناه انك تضحي بكرامة مراتك. انت رحت جبتها من بيت أهلها معززة مكرمة علشان تكون سند، علشان تكون سكن ليك، مش عشان تكون خدامة لأهلك. لما تسكت وأمك بتهنها انت كده بتخسر شريكة عمرك، وبكرة لما تقع هي الوحيدة اللي هتسندك. الرجولة انك تحط حدود، انك تقول دي مراتي وليها احترامي. اللي يفرط في حق مراته عشان يرضي أهله بالباطل بكرة أهله نفسهم مش هيحترموه. الست المظلومة دي لما بتمسح دمعتها وتفوض أمرها لربنا الكون كله بيتهز. يا كل حما، يا أخت الزوج اللي شايفة نفسك عليها، بكرة السنين بتعدي والصحة بتروح والعز بيزول، وساعتها مش هتلاقوا غير اللي عملتم بالمعروف. يا ترى مرات ابنك اللي سهرتيها الليالي بتبكي هتكون جنبك في مرضك؟ ويا ترى هتفتكر لك الكلمة الحلوة ولا هتفتكر لك كل القهر والظلم؟ بر الخواطر، الدنيا سلف ودين، والظلم دينه تقيل قوي. وانت يا ست الكل كرامتك خط احمر، ما تسمحيش لحد يطفي نور عيونك. اتكلمي وواجهي واطلبي حقك بالأدب. لو ما أخدتيش موقف النهاردة بكرة هتصحي تلاقي عمرك ضاع وصحتك راحت ومحدش هيقولك شكرا. كوني قوية بالله وخلي ليكي كيانك وخصوصيتك. اللي يحبك ويحترم حدودك واللي يقدرك ويشيلك فوق راسه هو ده اللي تقدريه وتشيليه فوق راسك. نيجي بقى للنوع الأصعب من الظلم وهو خصوص الخراب. لما الحما مش بس تظلم في الخدمة، لأ، تتدخل في اللي بين ابنها ومراته. تقعد لابنها وتفضل تحكيله مراتك عملت مراتك سوت، وهي أصلا ما حصلش منها حاجة، عشان بس تكرهه فيها وتضمن انه يفضل تحت طوعها. ليه يا أمي؟ ليه تزرعي الشك في بيت ابنك؟ انت كده مش بتحبيه، انت بتدمري استقراره. لما البيت بيتخرب والعيال بيتشردوا انت كده بترتاحي؟ ويا زوج اللي تنقلك كلام يكرهك في أم ولادك حتى لو كانت أمك، لازم تقفل الباب ده فورا. البيوت بتتهد من كلمة بتتقال في وقت غضب، والست اللي بتلاقي نفسها مكشوفة الظهر قدام افتراء حماتها بتفقد الأمان، والأمان لو ضاع البيت كله بينهار. أصعب حاجة إنك تستغلي أصل البنت اللي دخلت بيتك. في ستات متربيين بزيادة ما يعرفوش يردوا، بيسكتوا حياء وأدبا. هتفتكر إن هي ضعيفة وتدوس عليها أكتر. لا يا ست الكل، دي أصيلة وبنت ناس، والظلم مع الأصيلة بيبقى حسابه عند ربنا عسير قوي. لما بنتها تكون قاعدة قدامها هي اللي بتؤمر وهي اللي بتنفذ وهي ساكتة عشان خاطر جوزها، ده مش معناه ان هي راضية، ده معناه ان هي بتتحرق من جوه. اتقوا الله في الصابرين، لان الصابر ده لما بيفيد بيه الكيل ما بيسكتش، ده بيمشي ما بيرجعش تاني. وساعتها لا الندم هينفع ولا كلمة حقك عليا هترمم اللي اتكسر. وكلمة ليك يا أخت الزوج
يلي شايفة مرات أخوكي خدامة عندك وعند أمك. الدنيا دوارة، بكرة تتجوزي وتروحي بيت عيلة، واللي بتعمليه النهاردة في بنات الناس هيتعمل فيكي وبالمليم. بدل ما تكوني عون لمرات أخوكي وتهوني عليها، بتشحني أمك ضدها. افتكري إن دي اللي شايلة اسم عيلتكم، ودي اللي بكرة هتربي ولاد أخوكم. كوني لها أخت علشان تلاقي اللي يكون ليكي أخت في غربتك. الظلم ما بيجيبش غير سواد القلب، والشماتة في وجع الناس دي لازم يترد. عارفة يا كل حما بتسمعني دلوقتي، وعارف يا كل زوج يا ظالم، أصعب حاجة في الدنيا هي الفوقة المتأخرة. لما تمر السنين وتلاقي مرات ابنك اللي انت كنت بتدوس عليها زمان هي اللي واقفة دلوقتي، وانت صحتك راحت ومحتاجة اللي يسندك. فجأة هتفتكري كل كلمة وجعتيها بيها، وكل ليلة خليتيها تعيط بسببك. ساعتها حتى لو اعتذرتي وحتى لو بصي راسها، الوجع اللي في القلب بيفضل. والست الأصيلة هتشيلك وهتخدمك، بس هتعمل كده تأدية واجب مش حب. عارفة يعني ايه تعيشي مع حد بيخدمك وهو قلبه شايل منك؟ ده أكبر عقاب للظالم في الدنيا. يا ريت تفوقوا والقلوب لسه فيها مكان للمسامحة. يا ريت تكبروا الخواطر والناس لسه قادرة تبتسم في وشكم. ما تستنوش لما القلوب تتحجر وتصدي من كتر القهر، لأن اللي بيموت جوه الروح ما بيصحاش تاني، حتى لو قدمت كنوز الدنيا. وفي نهاية كلامي، دي صرخة لكل واحدة حاسة ان هي ضايعة في وسط الظلم. انا هنا علشان اسمعك، وعلشان نوصل صوتنا لكل حد نسى ربنا وظلم. ما تنسيش تشارك الفيديو ده علشان يوصل لكل زوج نايم، وكل حما محتاجة تفوق قبل فوات الأوان. مستنية حكاياتكم بالتفصيل في التعليقات علشان نحكيها ونناقشها مع بعض. احنا سند لبعض. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان حكايتنا الجاية هتكون من واقع رسايلكم. وأشوفكم على خير وفي حفظ الله. مع السلامة.